حبايبي الحلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل النهارده مع بعض حاجه سهله وسريعه للناس المستعجله اللي جايه من بره متاخره وعايزه تعمل عشاء سريع او غدا، او الموظفات المستعجلين. حاجه هنعملها بسرعه قوي. هنقول بسم الله ونبتدي مع بعض. هنجيب تقريبا نص كيلو بصل ونفرمه في الكبه ناعم، او فرم مش ناعمه قوي، الا ناعمه قوي ولا خشنه قوي. تمام كده. وهنجيب كمان شويه فلفل محترمين كده الوان. عندك الوان تمام، ما عندكيش الوان ممكن تحطي رومي عادي. ونفرم الفلفل برده في الكبه. ده فلفل انا كنت جايباه من عربيه الجيش، حبيت اوريهولكم. دي الشنطه 2 كيلو ب10 جنيه، وكله جميل ما شاء الله. خلاص، يعني انت لو لقيتوا عربيه الجيش هاتوا منها الخضار بتاعكم. وده برده الفلفل الاصفر ده كنت جايباه برده من عربيه الجيش، كانت الشنطه ب 12 جنيه فيها كيلو. خلاص كده انا حطيت فلفل رومي وفلفل اصفر وقرنين فلفل حار. خلاص، انا هجيب لكم، هنزل لكم المشتريات اللي انا جبتها من عربيه الجيش. هوريها لكم، انا مصورها لكم بس نسيت انزلها مع الفيديو ده، هنزلها لكم في الفيديو اللي جاي. وهنفرمهم برده فرم لا ناعم اول خشن قوي عشان يبان معانا. احنا النهارده هنعمل ايه؟ هنعمل حواوشي. اسرع حاجه تعمليها وانت جايه من بره مستعجله، عندك لحمه مفرومه في التلاجة او في الفريزر، بتطلعيها تفكيها بسرعه وتعمليها. انا ما عنديش ميكرويف افك فيه، بعمل ايه؟ بحط طبق فيه ميه سخنه واللحمه بالكيس بتاعها زي ما هي، وبحطها فيه شويه بفكها. انا ما اعرفش الطريقه دي صح ولا غلط، بس هي دي الطريقه اللي بفك بيها لو انا مستعجله. انما لو انا مش مستعجله بطلعها من قبلها تفك براحتها. خلاص، دي كانت عندي حته لحمه سمينه مفرومه في التلاجة في الفريزر يعني، ودي الحته ودي اللحمه المفرومه الحمراء. دول تقريبا نص كيلو. انا بحب الحواوشي البصل بتاعه كتير، انتي بتحبي البصل بتاعه قليل، ده حاجه ترجع لك انتي. قلنا الحاجات دي بتبقى نسبيه وكل واحد على حسب ما بيحب. انا بحط ايه؟ فلفل اسمر، ملح، كمون، رشه كزبره. وبحط كمان، حطيت كمان 7 بهارات من اللي انا عاملاها في البيت، هنبقى نعملها مع بعض، قلت لكم قبل كده وعدتكم وان شاء الله هنعملها. وبابريكا، ما بحطش اكتر من كده. حابه تجيبي بهارات الحواوشي من عند العطار تمام، حابه تجيبي اللي هو كيس كنور اللي هو بتعمليه ده برده حاجه ترجع لك انت. بس انا بحب دايما يبقى لي بهاراتي المميزه. لو انا ما عنديش الحته السمينه دي بحط لها معلقه سمنه، انما انا عشان النهارده عندي حته اللحمه السمينه دي ما حطيتش سمنه ولا حطيت اي حاجه. ده عيش بنجيبه من الفرن. هنا ركنت اللحمه بتاعتي على جنب عشان كان فيها حته لسه ما فكتش، قلت قبل ما افتح العيش تكون فكت شويه. وبعد كده هدعكم كويس مع بعض قوي عشان البصل ينزل ميته في قلب اللحمه. وبعد كده هبدا احشي، سهل جدا. دي كانت حته ما فكتش، قطعتها كده بالمقص وهقلبها كويس قوي بعد لغايه لما البصل ينزل ميته جوه اللحمه. تمام كده عشان ناكل الحواوشي. ماشي، انا بحب الحواوشي بصله كتير، انتي مش ملزمه انتي تعملي كده، ممكن تقللي البصل شويه. هنا ببدا افرد الحواوشي في العيش. انا هنا النهارده هعمله على الطاسه من فوق البوتاجاز، مش هعمله في الفرن. انا عن نفسي بحبه في الفرن اكتر، بيطلع مقرمش كده وجميل. بس عندي الولاد بيحبوه في الطاسه، فقررت النهارده اعمله في الطاسه نظرا اني مستعجله. مع اني بعد ما عملت اكتشفت اصلا ان انا لو حطيته في الفرن كان هيستوي اسرع، اني هسويه كله مره واحده، انما في الطاسه بسوي واحد واحد. هنا زودت على رغيفين هرسه شطه عشان انا بحبه حار، وفي التاني هزود عليه، احط على وشه جبنه للولاد. انتي حابه تحطي جبنه تمام، مش حابه برضو تمام. انا عن نفسي بحب الحواوشي التقليدي خالص اللي احنا كنا بنعمله زمان، اللي من غير جبنه ويكون حار، وجنبيه سلطه طحينه وسلطه خضراء وخلاص. انتي عندك بتحبي الجبنه او الولاد بيحبوا الجبنه، ممكن تزودي لهم ايه؟ رشه جبنه. خلاص كده، واحط معلقه زيت في الطاسه، معلقه كبيره كده، وهبدا احطه فيه. بقلبه كده، مجرد ان هو بياخد لون من تحت بحطه على نار متوسطه، لا هي عاليه قوي ولا واطيه قوي. هنا انا هبدا اعمل السلطات. هو المفروض ان انا صورت لكم مقطع السلطات ده، بس انا معرفش هو راح فين. فهنا كانت السلطات خلصت معانا، عملت سلطه خضراء وسلطه طحينه. سلطه الطحينه سهله جدا، بنحط الطحينه في الطبق ونحط عليها معلقتين خل ونقلبهم كويس قوي فيها. نبص نلاقي الطحينه تقلت معانا، بنزودها ميه شويه بشويه لغايه لما تفك معانا تبقى كويسه. رشه ملح، رشه كمون، وخلاص على كده. هنا ده الرغيف التاني كان هو اتقلب معايا، اتحمر من تحت وقلبته. وزي ما احنا شايفين انا عملت الرغيف الاولاني الجبنه سايحه وتحفه. حاولت اصوره لكم الاول وهو سخن عشان تشوفوا سيحان الجبنه. وده كان تقريبا لا، ده الرغيف اللي قبل الاخير اللي انا عاملاه بالشطه، حطيته في الاخر عشان ما يحرقش الزيت. تمام كده، اللي بالشطه حطيته في الاخر عشان ما يبقاش ايه الطاسه مكانها حرق لو عندي اطفال ولا حاجه. وده الرغيف التاني اللي معمول بالهريسه. وبكده كنا عملت اسرع عشاء او اسرع غدا، كان طعمه تحفه وجميل. اكيد اسهل واحسن بكتير قوي من ان احنا نشتري من بره. وان شاء الله تجربوه. واللي اتفرج معايا لغايه هنا ما دوس لايك يدوس لايك، واللي ما اشتركش في القناه يشترك ويعمل شير وسبسكرايب للقناه. واشوفكم على خير باذن الله الفيديو الجاي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.